السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شويه قرص طريه تحفه. هنعملها بطعم وريحه زمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها تحفه وشكلها حلو قوي. باذن الله الفيديو يعجبكم. هقول لكم بقى على اسرار نجاحها، ازاي تطلع معاكم طريه كده وهشه زي القطن. ولونها بيكون فاتح كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. يلا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو ونشوف هنعمل احلى شوية قرص طرية مع بعض. هنعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة جدا ومقادير مظبوطة 100%. تطلع معاكم تحفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا كده نشوف هنعملها مع بعض ازاي. عندي كده بولة ربع كوباية من المية، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة، عليها 3 معالق كبار من السكر. هدوبهم بقى كويس جدا، هدوب السكر والخميره مع بعض في الميه الدافيه كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهسيبهم بقى في مكان دافي. الخميره كده تتفاعل وتنشط. ويلا كده نكمل الوصفه القمر بتاعتنا. عندي هنا طبق عميق، هنزل فيه بكيلو من الدقيق، دقيق مخبوزات ويكون منخول كويس جدا. وعندي هنا كوبايه من السمنه على الزيت. تقدري تستخدمي سمنه بس ما ينفعش طبعا تستخدمي للوصفه زيت خالص. هتخلطي كده السمنه على الزيت وهتبسيهم كده في الدقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده. اول ما السمنه كده تختفي وتحس كده ان الدقيق شرب كل كميه السمنه اللي حطيتيها، تنزلي عليها بمعلقتين كبار من السمسم. والسمسم طبعا بيكون اختياري بس هو بيديها طعم حلو قوي. وعندي هنا معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. هنخلط بقى كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنا الخميره بتاعتي بعد ما نشطت هننزل بيها كده بقى على العجين. الموضوع سهل جدا وبسيط، اهم حاجه هتمشي على الخطوات مظبوطه. انا هنا استخدمت النهارده في القرص اللبن الرايب. تقدري تستخدمي اللبن الحليب بس بصراحه في القرص اللبن الرايب بيدي نتيجه حلوه قوي. مبدئيا انا استخدمت كوبايتين الا ربع من اللبن الرايب. ممكن احتاج معلقتين لبن كمان على حسب نوع الدقيق اللي بنستخدمه. وعندي هنا معلقتين من القشطه او وش اللبن كريمه، اي حاجه متوفره عندك بتديها طعم حلو قوي. هنخلط بقى كده المواد السائله في نص العجينه زي ما انت شايفه كده بالشكل ده، وبعدين هنقلبها كلها مع بعض ونعجن بقى العجينه كويس جدا. انا هنا ما استخدمتش لبن تاني او سوائل تانية لان بصراحه العجينه مظبوطه جدا ومحتاجتش اي حاجه تانية. انتي بتشوفي ملمس العجينه معاكي لان نوع الدقيق بيختلف من مكان لمكان. ممكن تحتاجي معلقتين لبن او ممكن تضيفيهم ميه. وهشيل بقى كده المعلقه وهعجن كويس جدا العجينه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بصوا بقى في الشتاء والجو اللي احنا فيه ده، احسن حاجه بتعمليها المعجنات وان انتي تشغلي كده الفرن. بصي بيديكي آه، طاقه حلوه قوي في المكان، وتحسي كده ان البيت مليان خير وبركه. وكفايه ريحه المعجنات في البيت. وهنعجن بقى العجينه كويس جدا لحد ما تلم كده وتبقى ناعمه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وانتي بتشوفي ملمس العجينه في ايديكي، اهم حاجه هتعجنيها كويس جدا. وهنغطيها بقى بستريتش او بفوطه، وهنسيبها بقى كده في مكان دافي لحد ما العجينه تخمر. وده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت. ما شاء الله تحفه. هخرج بقى كده الهواء من العجينه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. تحس ان العجينه ملزقه شويه كده، بس هي كل ما المعجنات بتكون فيها سنه تلزيقه بسيطه كل ما بتطلع معاكي المعجنات هشه وطريه. وهنشيلها بقى كده وهنخرج الهواء اللي فيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا العجينه ناعمه جدا. وهنقطع بقى العجينه كده وهنعملها كور متساويه، يعني في حجم الليمونه الكبيره كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. اهم حاجه هتحاولي على قد ما تقدري تخلي قطع العجينه كلها متساويه عشان في الاخر تديكي شكل القراص متساوي، يكون حجمها كلها كده واحد. العجينه ما شاء الله مظبوطه جدا ومقاديرها مظبوطه جدا، وهتنجح معاكي لو انتي اول مره تعملي القرص الطريه.
او بتفشل منك، بتنشف، والمشاكل الكتيره اللي بنسمعها. ان شاء الله باذن الله العجينه النهارده مظبوطه جدا ومقاديرها مظبوطه، بتديكي نتيجه اكتر من روعه. باذن الله هتعتمديها. وده شكل بقى القرص بتاعتنا بعد ما خلصتها وسبتها ارتاحت حوالي ربع ساعه. وجبت بقى كده الصواني اللي هشتغل فيها او الصاج اللي هتشتغلي فيه على حسب الحاجه المتوفره عندك، وهفردها بقى كده بطريقتين مختلفين. ممكن تحطيها كده في الصينيه وهتفردي بقى بايديكي كده. حاولي ما تكبريهاش قوي علشان القرص كده تكون هشه من جوه ويكون لها قلب. يعني ما تخليش القرص رهيفه قوي. وانتي بتسوي بقى كده القرص، يفضل طبعا ان انتي تعمليها في صواني الومنيوم، بتبقى حلوه قوي في الخبز، احسن بكتير من صاج الفرن. لان صاج الفرن بيبقى لونه اسود، فبتحسي ان القرص بتاخد لون بسرعه جدا. فالالومنيوم بصراحه احلى حاجه في تسويه المخبوزات. ممكن تفرديها كده بالنشابه بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس حاولي على قد ما تقدري ما ترفعيهاش قوي، بتبقى بالسمك اللي انت شايفاه ده. وهترصيها بقى كده بعد ما بتفرديها في الصواني، وهتسيبيها بقى تخمر مرة تانية على حسب طبعا الجو عندك. يعني هتسيبيها كده في مكان دافي ممكن من نص ساعة لساعة. حجمها كده بيتضاعف بالشكل اللي انت شايفاه ده. ده اول صينية انا خبزتها، انا فردتها. شايفين حجم القرص بدأ يتضاعف. وهقول لكم بقى على اسرار التسوية. انا كده القرص سبتها خمرت. هنسويها، اهم حاجة هتدخليها على فرن سخن، ودرجة الحرارة ما بتكونش هادية علشان القرص ما تنشفش منك. بتدخليها على الرف اللي اعلى من الصاج بتاع الفرن. يعني اول رف كده من تحت هتحطيها عليه، وهتشغلي طبعا الفرن والشواية مع بعض. هيديكي اللون القمر والنتيجة التحفة اللي انت شايفاها دي. احلى حاجة بقى مع كوباية شاي بحليب كده، الاحلى فطار الصبح كده، تحفة ما شاء الله. خليكي ناصحة بقى كده واملي بيتك خير، وخليكي شاطرة واعملي كل حاجة بايديكي. تحفة بقى الأحلى فطار الصبح أو أحلى عشاء كده خفيف بالليل. بجد الوصفة النهاردة حلوة قوي ونتيجتها أكتر من روعة، وطريقتها أنا معتمداها بقالي سنين. أتمنى بجد إن انتوا تجربوها، وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في فيديوهات تانية كتيرة، وباي باي.